السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. الحقيقة انا بقالي فترة كتيرة قوي عاوزة اصور فيديوهات لاني بشوف ان انا مش بقدر اقول كل اللي انا عاوزة اقوله في الريلز. ومتوقفة بقالي فترة، كل ما اجي اصور حاجة اقول لا، ده الموضوع ده ما ينفعش يتقال في ريل، محتاج فيديو اشرح فيه اكتر واتكلم فيه وكده. والصراحة اللي كان معطلني فكرة ان الفيديوهات هتكون محتاجة وقت طويل قوي ومحتاجة مونتاج ومحتاجة موضوع كبير قوي، وانا صراحة ما عنديش هذا الوقت الكتير يعني. فقررت ان انا هطلع اصور الفيديو وانزله زي ما هو من غير اي مونتاج. يعني اللي هيتقال هو اللي هيجي معايا، الورقة بتاعتي والقلم بتاعي وكل حاجة، وحتى الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها مكتوبة هنا. فالهدف في الاول وفي الاخر ان انا اوصل الكلام ليكم، ويكون الكلام يا رب يكون مفيد، ويفرق في حياة فعلا اللي هيسمعه يعني. طيب النهاردة هنتكلم في أول موضوع، الحقيقة اخترت ان احنا نبدأ بيه موضوع الفيديوهات بتاعتنا ده، وهو طاقتك النفسية. الحقيقة كلمة الطاقة النفسية، او لما تسمعي كلمة ان خلاص ما بقاش عندي طاقة استحمل، او ما عنديش قدرة لتحمل الحاجات اللي بتحصل حواليا، او حتى احداث اليوم العاديه يعني، فبتيجي تسمعي كلمه هي ايه الطاقه النفسيه دي، وازاي يبقى عندنا طاقه ان احنا نقدر نستحمل كل الحاجات اللي احنا بنمر بيها. هنتكلم النهارده عن هي ايه اصلا طاقتك النفسيه دي. ايه الحاجات بقى اللي بتاخد من طاقتك النفسيه دي؟ تعرفي منين ان انا طاقتي النفسيه او خلاص قدرة تحملي بدأت تقل ومش قادرة استحمل؟ هل في مظاهر معينة اقدر كده القط نفسي منها بحيث ان انا اخد خطوة واشحن بقى طاقتي دي؟ هو انا ازاي بقى اقدر اشحن الطاقة دي؟ طيب الطاقة النفسية القليلة دي، هل هي لو فضلت قليلة على مدار وقت كتير، هل ده بيأثر عليا، بيأثر على صحتي، بيأثر على اي حاجة؟ وزي ما قلنا هنختم بآخر جزء، وهو ازاي بقى تحافظي على طاقتك النفسية دي، وازاي تقدري تشحني طاقتك النفسية. طيب خلينا نبدأ بأول جزء خالص، اللي هو الخاص بطاقتك النفسية. ايه تعريف الكلمة دي؟ يعني ايه طاقة نفسية؟ خلينا باختصار كده نتكلم ان طاقتي النفسية هي قدرة تحملي، او طاقتي ان انا استحمل الحاجات اللي بتحصل لي. الحياة ما بتخلاش من التحديات، احنا طول الوقت بنمر بتحديات، سواء في حياتنا الشخصية، مع أولادنا، في علاقاتنا الزوجية، في علاقاتنا مع اللي حوالينا حتى. طول الوقت بيقابلنا تحديات، منغصات في الحياة لا تخلو من هذه التحديات والمنغصات. طيب فأنا علشان أقدر أستحمل وأهندل كل المواضيع دي مع بعض، فمحتاجة يكون عندي طاقة إن أنا أقدر أهندل كل الحاجات دي وأعيش حياتي من غير ما يحصل لي نوع من البرن أوت، أو إن أنا أحس إن أنا مرحلة الاحتراق النفسي، إن أنا أوصل لمرحلة إن أنا مش قادرة خلاص. خلاص كده اليوم بتمنى ان اليوم ينتهي ونخلص وندخل في اللي بعده. تمام. طيب فطاقتي النفسية هي قدرتي على تحمل الحاجات اللي بتحصل دي، وان انا امشي امور يومي وتعاملي مع الحياة ومع الولاد ومع البيت وكل الحاجات دي بشكل كويس. طب هي ايه المظاهر بقى اللي بتدل ان انا طاقتي النفسية دي محتاجة اخد بالي بقى ان في هنا طاقة بتخلص؟ يعني عارفين كده الموبايل لو انا قرب كده الشحن بتاعه بيخلص، فبيظهر لي علامة معينة ان الموبايل ده محتاج يتشحن، ولما بشحنه بمصدر الكهرباء بتاعه بيرجع يشتغل تاني. فانا عاوزة اعرف دلوقتي هي ايه العلامات اللي اقدر احدد منها ان انا دلوقتي فعلا محتاجة اخد بالي وان طاقتي بتخلص ومحتاجة اشحن. طيب اول علامه من العلامات ان انت تحسي ان يومك كده ماشي بالزق. عارفين مصطلح ماشي بالزق ده؟ اللي هو يومك ماشي بالزق. امتى اليوم بقى هيخلص عشان ندخل في بعده؟ بتصحي من النوم الصبح حاسه ان حاسه ان في على قلبي جبل من المهام التي لا تنتهي. هو هنصحى من النوم الصبح، هنجهز لانش بوكس، وبعدين هنودي الولاد وهنرجع، والتمارين والمدارس والواجبات ومشاكلي انا بقى وتحدياتي ومذاكرتي لو بذاكر، شغلي لو بشتغل، كل الحاجات دي كلها. فتحسي ان انت المهام تقيله عليكي قوي، واليوم تقيل وصعب، وحاسه ان انت في معاناه في اليوم نفسه. دايما نفسك اليوم يخلص عشان ندخل في اللي بعده. عارفه كده حياه السرفايفل مود، اللي انا عايشه في وضع البقاء، اللي هو وضع كده ما فيهوش اي نوع من انواع التطور. انا بس عايشه اليوم بيومه، يا رب يخلص ويا رب اليوم ده ينتهي. هتحسي ان انت حياتك
عايشه في هذا النمط. هذا النمط بيدل ان انت عايشه في وضع البقاء، ان انت بس عايزه تنجو، اللي هو الوضع بس اللي هو ايه، نعيش بس احنا كده كويسين وخلاص واليوم يخلص وخلاص. انا هو ده الوضع اللي احنا بنتكلم فيه. ده معناه او ده علامه ان احنا لا، احنا كده في وضع البقاء. احنا دلوقتي طاقتنا بتخلص. هتلاقيكي برضو معظم الوقت غضبانه متعصبه، بتقولي الواحد ما عندوش طاقه للمش عارف ايه، وخاصه في موضوع التربيه والولاد وكده. الولاد والتربيه ده من الحاجات اللي محتاجه طاقه هايله جدا. فتلاقيكي ما عندكيش خلق كده، يعني اللي هو لا مش هقعد اتكلم ولسه هتناقش ولسه هعمل، لا انا هستسهل بسرعه. فدي علامه من العلامات ان انا ما عنديش طاقه اعمل الحاجه دي، ما عنديش طاقه بقى، لا انا هقعد لسه اناقشهم واعرفهم هنعمل ده ازاي وهنعمل ده ازاي، او مثلا هندور على طريقه لحل حاجه معينه معاهم لو هم بيعانوا من مشكله معينه. التربيه نفسها في حد ذاتها، ان انا اتعلم ازاي اربي الولاد، ان انا اقرا عن حاجه، ان انا اتعلم ان انا اطور نفسي، كل الحاجات دي لا مفيش طاقه اعمل ده، انا عايشه كده في وضع البقاء. كل دي حاجات بتدل، او كل دي مظاهر بتدل ان احنا هنا محتاجين نقف وقفه، وان انا طاقتي بتخلص. يعني دي كلها علامات ان احنا الموبايل ده محتاج يتحط على الشحن. تمام. في مثال برضو قوي بحب اشبه بيه موضوع الطاقه النفسيه وقوه وقدرتنا على التحمل ده، ومثال الكوبايه. مثلا لو انا عندي مج او كوبايه زي دي، ماشي، كنت محتاجه اشرب فعلا. طيب لو عندي مج او كوبايه زي دي، تمام، وبحط فيها ميه، انا بصب ميه في الكوبايه دي، فالكوبايه دي ليها حجم، ليها شويه يعني حجم من الميه اللي هتاخدها. طيب فانا لو فضلت احط ميه 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 طول الوقت، ولو انا ما وقفتش عند حد ما، فالميه هتفضل تدلق بره الكوبايه. فانت بالظبط شبهي طاقتك النفسيه بالكوبايه دي، وان انت عندك برضو طاقه. من اول ما بنصحى من النوم بقى الصبح، واحنا بنفضل نحط حاجات جوه الكوبايه دي، تحديات بقى اليوم العادي، المشاكل العاديه وحياتنا العاديه يعني، فكلها بقى بتتحط جوه الكوبايه دي. فالكوبايه دي على اخر اليوم، على حسب بقى انت قوه تحملك قد ايه، على حسب بقى حجم الكوبايه دي قد ايه يعني، فممكن تفضل تطلع بره. فعلى اخر اليوم انا محتاجه افضي الكوبايه دي، ولو ده ما حصلش مفضيها، معناها ان انا اشحن بقى من جديد علشان استقبل اليوم اللي بعده. فده لو انت ما بتعمليش هذه الآلية يعني، او هذه العملية، فده معناه ان انا هاجي اليوم اللي بعده بنفس الكوباية دي، هتكون مليانة زي ما هي، وهبدا احط فيها تحديات، او خلينا ما نقولش عليها تحديات، لان هي حاجات اليوم العادي يعني. هنبدا نحط تاني فيها. فتخيلي بقى شكل الكوبايه دي هيكون عامل ازاي. الكوبايه دي خلاص هي ماشيه بس تدلدق هي ماشيه بس توقع اللي حواليها. هو ده بالظبط اكتر تشبيه ممكن نخليه مرتبط بفكره الطاقه النفسيه، وقدرتي خلاص على تحمل الحاجات اللي حواليا. ده بالنسبه لاول مصطلح الخاص بطاقتي النفسيه. طيب احنا اتكلمنا عن المظاهر اللي بتدل على ان الطاقه دي بتخلص. طيب تاثير ده بقى عليكي ايه؟ هو ايه تأثير ان انا افضل ماشية في هذا الوضع؟ الوضع ده احنا سميناه سيرفايفل مود او مود البقاء ده. تأثير ان انا افضل ماشية في هذا الوضع كتير. اولا خالص، هو ليه تأثير على جسمي انا، على الحالة الجسدية بتاعتي. جسمي انا بيتأثر بهذا النوع من الضغط خلينا نسميها الضغط مستمر، لان انت لما طاقتك بتخلص بتبقي عايشه في حاله ضغط مستمر، كانك مضغوطه. الجسم في هذا الحاله بيفرز هرمونات كتيره قوي. تمام. فجسديا ممكن ندخل في امراض اسمها امراض نفس جسديه. في امراض بتكون جسديه وليها علاقه بالحاله النفسيه بتاعتنا، زي امراض كتيره قوي، الضغط والسكر مثلا، دول اكتر حاجتين مشهورين. في امراض دلوقتي كتيره قوي بقينا نسمع عنها، هي في الاول وفي الاخر امراض ليها علاقه بالحاله النفسيه بتاعتنا. فده اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده هيأثر على صحتنا. بالاضافه بقى ان احنا لتأثير ده على صحتنا، ده في الجانب الاول اللي هو اهم حاجه في الدنيا. يعني احنا المفروض نوقف هنا الكلام ونقول شكرا، انا خلاص ههتم بالموضوع ده واشوف ازاي اقدر اشتغل على طاقتي دي. تاني حاجه بيحطك في وضع ان انا وضع البقاء ده هو وضع عكس وضع الازدهار.
وضع الازدهار هو الوضع اللي بتكوني فيه بقى مركزة في حياتك، بتخططي للحياة هعمل ايه فيها، فهو وضع بتتطوري فيه. لكن الوضع التاني اللي احنا قلنا وضع البقاء ده هو وضع واحد عاوز ينجو بس بحياته، هو خلاص كده لا بيفكر في ان هو يطور نفسه ولا بيطور حياته ولا يشتغل على نفسه. فده جانب مهم قوي بيتأثر بوضعنا في هذا الجانب يعني. فلو انت طول الوقت في الحته دي هتلاقي بقى انت ما عندكيش خلاص بقى طاقه لحاجه تانية خالص، لا بقى نطور من نفسنا ولا نشتغل عليها ولا اخد كورسات في حاجه معينه ولا اقرا ولا اطور من نفسي ولا اخطط لحياتي، يبقى عندي كده رؤيه لان انا بكره عايزه اعمل ايه، بعده عايزه اعمل ايه، ايه الرؤيه اللي انا عاوزاها لاولادي في حياتهم، ايه الرؤيه اللي انا عاوزاها لنفسي في حياتي انا، ايه الاهداف الخاصه بيا انا، اهداف على مستوى مثلا صحتي، ازاي اطور من الجانب العقلي بتاعي، الجانب الديني، هل انا علاقتي بربنا كويسه ولا انا محتاجه اشتغل عليها، ايه الجوانب اللي محتاجه اشتغل. كل الحاجات دي مش هتكون موجوده ابدا في الوضع الاول، لان الوضع الاول ومفيش مساحه لده، المساحه كلها طايره في ان احنا بس بنحاول ننجو بحياتنا يعني. تمام. فلو فضلت بقى عايشه في الوضع ده كتير، فانا ببقى حاسه بقى ايه، ان انا لا كده الحياه يا رب تخلص وننتهي ونخلص يعني. فده بيحطني في وضع عكس وضع الازدهار اللي احنا دايما كلنا بنحلم بيه اصلا يعني. مين ما بيحلمش كده ان هو يهتم بصحته ويهتم ويبقى ويعمل رياضه مثلا، ويروح الجيم ويعمل دايت، او يهتم بصحته وياكل اكل صحي بشكل معين، يتبع طريقه معينه في تربيه الولاد، ياخد كورسات معينه هو نفسه ياخدها، تاني اي حاجه يعني. كلنا نفسنا في حاجات وكلنا نفسنا في اهداف. وانا بشتغل على موضوع الاهداف ده من يمكن داخله في 6 سنين اهو. وكانت اكتر تحديات على فكره بتواجهنا في تحقيق اهدافنا هي فكره ان انا ما عنديش طاقه ان انا اعمل الحاجه دي، ان فعلا الحياه محتاجه طاقه يعني. علشان تبتدي بقى تفكري وتخططي لحياتك وتعيشي فعلا بشكل مزدهر كده وتنجحي فيها، ده محتاج طاقه. فانت لو ما عندكيش طاقه اصلا للحياه العاديه، فانت هتجيبي منين طاقه ان انت تزدهري في حياتك. فكان اكتر الموضوع او اكتر الحاجات اللي بتعطلنا ان احنا فعلا نحقق حاجات في حياتنا او نحقق اهدافنا هي موضوع الطاقه ده. تحسي انني لا ما عنديش طاقه اجاهد واشتغل كده، لا لا لا، عاوزه بس اليوم يخلص وينتهي بس وايه ونتبسط وخلاص يعني. طيب نتبسط دي معناها مش معناها ان احنا نتبسط في الحياه، لا، ان انا معناها ان انا لما بعيش في هذا الوضع كتير باجي على اخر اليوم ببقى بس عاوزه ارتاح يعني. عارفه كده لما في امهات بتيجي في نهايه اليوم، واحنا معظمنا بندخل في الحاله دي يعني. عارفه في اخر اليوم لما تحسي ان انت بعد يوم مرهق طويل انا مش عاوزه اعمل حاجه غير ان انا بس ابص في السقف والله بجد ومحدش يكلمني يعني، محدش يكلمني بقى خلاص، عاوزه ابص في السقف ومحدش يكلمني ماشي. بس فبيبقى الهدف هذا النوع من الحياه يعني. طيب فده تأثير الطاقة النفسية ديت عليك أو الطاقة النفسية القليلة دي عليك، ما عنديش طاقة خلاص أعمل حاجة. طيب فاحنا اتكلمنا عن إيه هي الطاقة النفسية وإيه المظاهر اللي بتدل إن خلاص طاقتنا بتخلص محتاجين الشحن، واتكلمنا كمان على تأثير ده عليكي إيه. طيب إزاي بقى يعني آخر جزء أتكلم فيه، إزاي بقى نقدر نشتغل على طاقتنا النفسية دي، يعني ازاي اقدر اشتغل على طاقتي النفسية واهتم ان انا فعلا اشحن طاقتي واشحن نفسي كل يوم، بحيث ان انا اكون اصحى كل يوم انا عندي طاقة لتحديات اليوم العادي، وعندي كمان طاقة ان انا اطور نفسي واشتغل على اهدافي، وان انا ابص بقى اللي قدام، ما يبقاش بس نظرتي مقتصرة على هذا اليوم هيخلص ازاي، لا ابص برضو لقدام واخطط ازاي الحياة هتمشي بعد كده، ما يبقاش اليوم مقتصر فقط على تفكيري في النهاردة. طيب الحمد لله. طيب علشان بقى نحافظ على طاقتنا دي هنشتغل على جانبين 2. الجانب الاول هشتغل على، عارفين انا هنشتغل مثلا على ان انا اشتغل على الحاجات اللي بتسحب الطاقة، وعلى الجانب التاني هشتغل على الحاجات اللي هتشحن الطاقة دي. يعني مثلا لو انا عندي الموبايل بتاعي
انا بفضل اشحنه كتير، بس هو الشحن بتاعه مش بيكمل معايا، فهو الموبايل كده فيه مشكله محتاجه اشتغل عليها. فانا محتاجه الاول اصلح المشكله، تمام، الجانب الاول، وبعدين احطه على الشحن. فاحنا برضو بنفس الوضع، انا محتاجه اشتغل على الحاجات اللي بتسحب طاقتي النفسيه جدا، لان الحياه هيفضل فيها حاجات بتاخد من طاقتنا النفسيه، لكن مش هنقدر نتخلص من كل الحاجات دي. هنسحب الحاجات اللي بتاخد من طاقتنا النفسيه، علشان ما يبقاش الحاجه دي بتسرب طول الوقت، بنهدر طاقه فيها في اللا شيء يعني. او الجانب التاني هشتغل على الحاجات اللي هتشحن طاقتي. طيب، هي ايه الحاجات اللي ممكن تكون بتسحب من طاقتنا النفسيه؟ اولا احنا قلنا تحديات الحياه العاديه، ودي حاجات انا مش هقدر اشيلها، يعني دي حاجات هي خلاص، هي الحياه كده، ومفيش حاجه اسمها حياه من غير تحديات ومشاكل وكده. بس اللي ممكن يصعب عليا وياخد من طاقتي جدا جدا جدا، هو طريقه تفكيري نفسها في هذه التحديات. ان انا عندي مثلا افكار كتيره قوي بتعطلني في حياتي وبتوقفني طول الوقت. ان انا عندي مثلا مشكله في اداره مشاعري، اداره المشاعر بتاعتي عندي مشكله فيها، فبتخليني اي حاجه تحصل تاخد بسرعه وتهدر كل طاقتي النفسيه. فانا في الحته دي محتاجه اسد الفجوات دي، اتعلم لو انا عندي مشكله مثلا في اداره مشاعري او كده، اتعلم ازاي اقدر ادير مشاعري. لو انا الغضب، لو في حاجات كتيره حواليا ومخلياني طول الوقت في حاله من الغضب، اشوف هو انا فعلا ليه طول الوقت في حاله من الغضب، واشتغل على شعور الغضب عندي، بحيث ان انا اغير طريقه تفكيري في اللي بيحصل قدامي. لان الشعور في الاول وفي الاخر، اي حاجه بتحسي اي شعور انت بتتحطي فيه، فهو بيكون ناتج عن فكره معينه او طريقه تفكير معينه انت بتفكري بيها في الحدث اللي بيحصل قدامك. فبالتالي الحدث ده انت بتفسريه بشكل معين، هو اللي بيحطك في الحاله، سواء حاله الغضب او الاحباط او الخوف او القلق المستمر. فالحاله الشعوريه بتاعتك دي انت اللي تقدري تغيريها. مش هقولك هتغيري بقى الحاجات اللي حواليك، دي طبعا مش هينفع تتغير، وفي حاجات مش هنعرف طبعا نتحكم فيها، لكن اللي هنقدر نتحكم فيه فعلا هو احنا ازاي نشوف الحاجات دي، بحيث انها لا ما تحسسناش بالغضب، بهذا الشعور اللي بياخد كل طاقتي النفسيه. فكل واحد فينا بيبقى عارف بالظبط هو انا ايه اكتر حاجه في يومي بتاخد من طاقتي النفسيه. شعور، هل هو شعور معين؟ هل هو مثلا سلوك معين انا بعمله؟ انا عندي سلوك معين هو ده اكتر سلوك عندي بياخد من طاقتي النفسيه، وليكن سلوك. وكذلك برضو السلوكيات، ممكن يكون عندك عادة معينة مش عارفة تتخلصي منها، بتحسسك طول الوقت ان انت قاعدة بتجاهدي فيها. زي ما اتكلمنا قلنا شعور، ممكن يكون عادة معينة، سلوك معين. فالحاجات دي كلها محتاجة اعرف هو انا ايه اللي بياخد من طاقتي النفسية، عشان اقدر اسد الفجوات دي واشتغل عليه. طيب، الجزء التاني اللي بعده ازاي بقى اشحن ده. فانا هركز بقى في يوم، علشان تعملي الجزء الاولاني ده بشكل كويس محتاجه تركزي قوي في يومك وتكوني مركزه فعلا فيه، عشان تعرفي تنتقي منه. هو انا ايه اكتر الاوقات اللي بحس فيها ان انا مش قادره استحملها خلاص، دي مش عارفه استعملها. طيب وانا ليه بحس ده؟ طب هو انا في الوقت ده ببقى عاوزه ايه؟ طب هل انا فعلا بفكر بشكل معين هو اللي بيثير اكتر في هذا الشعور وبيخلي طاقتي تروح على ولا حاجه؟ فانا طاقتي كلها بتخلص علشان انا طول الوقت غضبانه، او عندي شعور من الخوف، قلق، توتر، احباط، اي شعور من المشاعر. فانا محتاجه هنا اركز قوي على الشعور ده. اكتبي ايه المشاعر اللي بتحسي بيها، واكتبي ايه اللي انا محتاجه احسه فعلا بديل لده. هل في افكار معينه بفكر فيها بتخليني احس بالشعور ده؟ الكتابة من اكتر الحاجات اللي بتساعدك ان انت تطلعي اللي جواكي، ممكن كمان كتير جدا تساعدك ان انت كمان تحلي. يعني مش لازم لما يكون في مشكلة نلجأ بقى لحد يساعدنا او كده، في مراحل هنحتاج نلجأ لحد، بس مش في كل الاوقات، يعني مش كل الناس محتاجة حد يساعدها. فالكتابة من اكتر الحاجات اللي فعلا هتساعدك ان انت تشوفي فعلا هو ايه الحاجات اللي معطلاني في يومي. طب هي ايه الحاجات اللي بتاخد من طاقتي اقصد. طب هي بتاخد من طاقتي ليه؟ يعني ايه لما بيحصل بالتحديد انا بحس ان انا طاقتي كلها راحت؟ طيب الحاجه دي ليه بتاخد من طاقتي؟ هل انا بفكر فيها بشكل معين؟ طب ايه الشعور اللي انا حاساه في الوقت ده؟ وابتدي اكتبي 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 لحد ما توصلي فعلا لايه اللي بياخد من طاقتك. الجزء التاني او على الجانب الاخر، انا محتاجه بقى اشحن طاقتي. طيب إيه احنا بنشحن طاقتنا ازاي؟ موضوع اشحن طاقتي ده بيختلف من كل حد حسب التاني. يعني ايه؟
بشحن طاقتي يعني بعمل الحاجات اللي بتدخلني في حالة من الفلو. في علم النفس الإيجابي، علم النفس الإيجابي بيتكلموا دايما على إن هو في ركن من أركانه. هو علم النفس الإيجابي قايم على كذا ركن كده، لأن هو بيهتم بالصحة النفسية أو بيهتم بإيه؟ بإن إحنا هنهتم بنفسنا علشان ما نقعش في الأمراض النفسية. فهو بيشتغل على جزء الوقاية خير من العلاج. فهو قايم على كذا ركن من الأركان كده، ممكن نبقى نتكلم عنهم بعد كده في فيديو تاني لو حابين يعني. بس في ركن مهم قوي منه، يعني بيتكلم على فكرة الفلو او حالة التدفق كده. الحاجات اللي انا بحب اعملها وبتدخلني في حالة من ان انا بنسى نفسي فيها. يعني الحاجات دي من اكتر الحاجات اللي بتشحن طاقتنا. في ناس بقى بتحب الرسم، في ناس بتحب تكتب، في ناس بتحب تطبخ، في ناس بتحب اي حاجة بتحبي تعمليها بتدخلك في هذه الحالة اعمليها. في ناس بتشحن طاقتها انها تقابل ناس تانية وتتكلم وتخرج وتحس ان هي بتبذل مجهود كده بدني، ده بيخليها طاقتها كويسة قوي. في ناس بتحب الطبيعة والخروج، البحر، يعني اي حاجة بتحبيها تعمليها، ان هي دي اللي هتشحن طاقتك. وفي النقطة دي مهم ان انت تجربي حاجات تانية مختلفة. يعني كنت شاركت معاكم بوست كده من فترة ان انا كنت بكتب ايه الحاجات اللي انا بحبها، بحب كذا وبحب كذا، وكان بالمناسبة ان انا كنت بحب المجات. فقلت ان انا من كذا سنة لو كان حد سألني السؤال ده عمري ما كنت هعرف اجاوب عليه. فعلا انا حقيقة يعني ما كنتش هعرف اجاوب ابدا، لان انا مش عارفة ايه الحاجات اللي بحبها. بس لما بدأت اجرب حاجات تانية مختلفة، ده بيساعدك جدا ان انت تعرفي فعلا هو انا ايه الحاجات اللي بحبها. جربي بقى حاجات كتيرة قوي مختلفة. افتكري حتى زمان وانت صغيرة ايه الحاجات اللي بتحبي تعمليها. يعني افتكري زمان كان ايه الحاجات الانشطة اللي بتستغرق منك وقت كده وتحسي ان انت كده مرتاحة وانت بتعمليها. فمحتاجة توجدي هذا النوع من الانشطة، لانه مهم جدا، لان هو ده فعلا الحاجة اللي بتشحنك وبتخلي عندك طاقة ان انت تكملي يومك بشكل افضل. الشحن ده بقى ممكن تعمليه كل يوم كل يومين على حسب بقى انت طاقتك بتخلص قد ايه، ما بتخلصش ولا لا. يعني انت اللي تقدري تحددي ده. في ناس على فكرة بتشحن طاقتها بالقعده في البيت عادي. انا ممكن اقعد في البيت ومش لازم، يعني في دايما مرتبط بشحن الطاقه ان احنا نخرج ونقابل ناس وكده، لا عادي. في ناس بتشحن طاقتها عادي وان هي ما خرجتش. يعني احنا في الاول في الاخر مختلفين. فدوري على فعلا الحاجه اللي بتشحنك انت. اعتقد احنا كده غطينا كل الجزء اللي احنا محتاجين نتكلم فيه على فكرة طاقتك النفسية وازاي تشحني طاقتك. لحد هنا يعتبر كده خلصنا. ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني. قولوا لي ايه المواضيع اللي احنا حابين نتكلم فيها. اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه اللي انتوا حابين تسمعوا عنه، ايه اللي تحبوا ان احنا نتكلم فيه في المرات الجاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.